لو شفتوا مخلوق بريش وليه جناحين واسنان ومخالب وديل طويل، هل هتقولوا عليه طاير ولا هتقولوا عليه ديناصور؟ ولا هتحتاروا وتقولوا احنا مش فاهمين حاجه؟ الاركيوبتريكس ظهر من حوالي 150 مليون سنه، وحفريه واحده منه قلبت موازين كتير من النظريات. الكائن ده كان بحجم غراب تقريبا، ريشه حقيقي وجناحاته مميزه، لكن في نفس الوقت كان عنده صف اسنان حاده ومخالب في الاجنحه وديل عظمي طويل، يعني كان بيجمع بين صفات الطيور والديناصورات في جسم واحد. ومش بس شكله غريب، تحركاته اغرب. في دراسات بتقول انه كان يقدر يطير، بس مش زي الطيور اللي نعرفها النهارده. اجنحته كانت اقرب للطيران الانزلاقي، وكان غالبا بينط من شجره للتانيه او يطير لمسافات قصيره. وده بيخلي العلماء يسالوكم معانا، هل الاركيوبتريكس اول طائر حقيقي ولا مجرد مرحله انتقاليه على طريق تطور الطيور، ولا نوع خاص جدا لا هو كده ولا كده؟ سواء اعتبرتوه طائر او ديناصور، الاركيوبتريكس بيأكد ان الطيور ما ظهرتش فجأة، دي كانت نتاج تطور تدريجي طويل بدأ من الديناصورات الثيروبودية وتشكل بفعل التغييرات البيئية والضغوطات الطبيعية اللي فرضتها الفترة الجراسية. بما اننا جبنا سيرة البيئة، لو قلنا ان شكل الحياة اللي حوالينا دلوقتي من اصغر زهرة لحد اشرس مفترس، جزء كبير منه مرسوم بريشة بيئية عمرها 150 مليون سنة، هتصدقوا ان القديم هو السبب في الجديد؟